السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، معكم فيه عبد الوهاب محمد أمان، والمستهل بأبرز العناوين. تقديم لوائح عمل جديدة للإداريين الجدد في جنوب البحر الأحمر. تنظيم سيمينار حول الأوضاع الراهنة ودور الشباب في التنمية. مديرية بريق تشهد أنشطة نفير جماعي واسعة لحماية التربة والمياه. متمردون في الكونغو الديمقراطية يسقطون مروحية لمراقبي الأمم المتحدة. لافروف يقول أن موسكو وبكين تقودان العالم نحو نظام عادل وديمقراطي. وزير الخارجية الصيني يعقد مؤتمرا مع كبير دبلوماسي الاتحاد الأوروبي. من العناوين إلى التفاصيل. نظمت إدارة إقليم جنوب البحر الأحمر لقاءً في 28 و29 من مارس لتعريف الإداريين الجدد بالهيكل الإداري ومستوى سلطتهم، وقد قدمت لهم لوائح عمل. وقدمت أقسام إدارة الإقليم ومكاتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والاتحادات الوطنية وتوضيحات مسابة حول المهام ودور مدراء الضواحي ومساعديهم في إنجاحها. وذكر في البرنامج منح اهتمام أكبر لمنح أنشطة حفظ الثروات الطبيعية وتأكيد الاستخدام الجيد والرعاية اللازمة في مؤسسات الخدمات الاجتماعية، وأن يعمل المواطنون لتعزيز مشاركتهم في البرامج التنموية بوعي عالي وتنظيم أقوى. من جهته أجاب حاكم الإقليم سعادة السفير محمد سعيد منتاي على أسئلة المشاركين المتمثلة حول ظاهرة مشاكل المياه الصالحة للشرب في بعض المناطق وقلة المؤسسات الصحية والتعليمية، وكذلك البرامج الموضوع لحل مشاكل المواصلات والاتصالات. وقال سعادته أن إدارة الضواحي والقرى يعتبر هيكلا إداريا مهما يعمل بشكل مباشر مع المواطنين، لذا يجب أن يتم اختيار المدراء عن طريق المواطنين وأن يتمتعوا بكفاءات إدارية تنسيقية. وذكر السفير محمد سعيد منتاي تميز انتخابات هذا العام من حيث التعليمات والأساليب، وقدمت حملات توعية مكثفة مسبقا لتعريف المواطنين بأهمية الانتخابات، ومن ثم انتخابات شخصيات مؤهلة وكفؤة. وكنتاج لذلك عكست جميع الانتخابات مشاركة واعية وفاعلة. في الختام ذكر سيادته المدراء الجدد ومساعديهم العمل بتفان وإخلاص، منوها المواطنين تقديم الدعم اللازم لهم لإنجاح العمل. وعلم انتخاب 60 مدير ضاحية ومساعديهم في 30 ضاحية بالإقليم في الفترة ما بين منتصف ديسمبر لعام 2021 وحتى منتصف يناير لعام 2022. صرح حاكم إقليم القاشباك السفير محمود علي حوري عن تنفيذ أعمال جادة بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والمواطنين والجيش لتفعيل إدارة رشيدة واستخدام جيد للمياه والأراضي، وكذلك مضاعفة الإنتاجية والإنتاج الزراعي. وقدم سعادته في اللقاء المنعقد في 28 من مارس في منصورة، وحضره مدراء الضواحي ولجان القرى وأعضاء المجلس الشعبي وممثلي المواطنين والجهات الحكومية والاتحادات، وكذلك قادة الجيش الشعبي، حيث قدم سعادته توضيحا مفصلا حول الخطوات المتخذة لتنفيذ الأساليب التي تساعد في رفع وعي وتأطير المواطنين لمضاعفة الإنتاج الزراعي، وكذلك إدارة واستخدام الثروة المائية وإزالة القصور التي كانت تواجه سير أعمال الاستفادة الجيدة من الأراضي، إلى جانب البرامج الإدارية والتنموية. وذكر أن ضرورة تحصيل ضريبة الزراعة والأراضي والمواشي وتنمية الثروة القابية من البرامج الممنوحة الأولوية، داعيا المدراء ولجان القرى وممثلي المواطنين للقيام بتمتين أنشطة التأطير وتنظيم المواطنين من أجل تنفيذ البرنامج الموضوع عن طريق الإدارة والجهات الحكومية الأخرى. وأشار السفير محمود إلى أن شح الأمطار التي شهدها الخريف العام الماضي ساهمت في انخفاض الإنتاج الزراعي في غالبية مناطق الإقليم، لذلك يجب القيام بأعمال جادة تساهم في حفظ المياه وحماية التربة وتحضير الحقول الزراعية جيدا وتطوير ثقافة التخزين الغذاء البشري والحيواني. وقدم المشاركون آراء وتوصيات بناءة أهمها اتخاذ خطوات لازمة على الأشخاص الذين يقومون بقطع جائر للأشجار
ووضع سبل ناجحة تساهم بفاعلية لدفع الضريبة الحكومية وإيجاد حلول سريعة لطلبات المواطنين فيما يخص قضايا الأراضي الزراعية والمراعي وغيرها من التوصيات. عقد رئيس الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا السيد صالح أحمد دين في 16 من مارس سيمينارا لأكثر من 300 شاب من أعضاء الشباب العمال وأصدقاء الشباب في مديرية قلوج، تركز حول الأوضاع الراهنة ودور الشباب في التنمية. وقدم السيد صالح توضيحا مفصلا حول دور الشباب في النضال التحرري وحماية السيادة وعمار البلاد، وقال إن التنظيم القوي والوعي العالي يعتبران من أهم عناصر العمل الفاعل، مشيرا إلى مواصلة العمل الذي بدأ في هذا الجانب بقوة. وناشد الشباب للتصدي لكافة المؤامرات المعرقلة مشاركتهم والبرامج السلبية الهادفة إلى إعاقة تقدمهم، وضرورة العمل لإحداث التغيير الإيجابي في أنفسهم ومحيطهم بالاستفادة من الفرص المتاحة لهم. وذكر المشاركون بدورهم أن السيمينار يعزز مفهوم الشباب في الأوضاع الراهنة للبلاد والمنطقة، مناشدين الدفع بقوة لنشر منشورات نانية على الشباب وتنظيم حملات توعية مكثفة. تشهد مديرية بريخ في الإقليم الأوسط تنظيم أنشطة نفير واسعة لحماية التربة وحفظ المياه في الأراضي الزراعية والجبال كجزء من التحضير المسبق للخريف القادم. وأوضح مسؤول مكتب الزراعة في المديرية السيد ماجور منقستاب أن النفير الجاري يومين في الأسبوع في 21 قرية ب12 ضاحية بدأ في شهر فبراير ولا زال مستمرا، ويشارك فيه يوميا حسب المناطق ما بين 400 إلى 500 مواطن. وأشار السيد ماجور إلى وضع برنامج لبناء مدرجات حجرية بطول 1300 متر مربع ومدرجات زراعية في 1400 هكتار، وكذلك مدرجات قنواتية في 160 هكتارا لمكافحة امتلاء السدود بالطمي، حيث نفذ حتى الآن جزء قليل من البرنامج. وقال أن تدرج الحقول الزراعية قبل دخول موسم الخريف يساهم في إنتاج محصول وفير يصل إلى 20 كنتالا من الهكتار الواحد، مناشدا الدفع بمثل هذه الأنشطة سنويا. من جهته ذكر مدير المديرية السيد تسفوف السهاتين أن التشجير والتدرج لهما أهمية كبيرة في حماية التربة وحفظ المياه، مؤكدا استمرارية النفير الجماعي بتنظيم جيد. وأشاد مديري ضاحيتي سعزقة وعدقنسي بمشاركة المواطنين الفاعلة لإنجاز المهام، وناشدا لترسيخ النفير الجماعي كثقافة مجتمعية. نظم مركز التدريب المهني في ساوة دورة تدريبية لرفع قدرات المعلمين بهدف إزالة المعوقات والمشاكل التي كانت تواجه سير العملية التعليمية بنجاح، وقد امتدت لشهر واحد. وأوضح مدير مركز التدريب المهني الأستاذ تسفاي تولي في 30 من مارس خلال اللقاء الذي عقده مع المدربين، أوضح أن الهدف من الدورة هو تأهيل شباب أكفاء ومنافسين حسب المجالات والكفاءات والمنافسة، داعيا العمل المنسق لرفع قدرات المعلمين المهنية وكفاءاتهم ومؤهلاتهم. وكان الهدف من الدورة هو رفع قدرات المدربين البالغ عددهم أكثر من 100 مدرب في كافة المجالات التعليمية. وأضاف الأستاذ تسفاي قائلا أن الدورة تشتمل على إدارة وسبل الاستفادة الجيدة من الممتلكات والمستندات وصيانة ورعاية الآليات الثقيلة والآليات وقطاع الغيار وسبل التدريب وتقييم الأنشطة وإعداد الخطط وإدارة الوقت، وكذلك إدارة الفصل ورعاية المدربين. وأوضح المدربون أن مثل هذه الدورات تساهم بفاعلية في إنجاز أنشطتهم، وبما أن اهتمام المدربين وقدراتهم تساعد في تعزيز البرنامج، لذلك يجب على الجهات المعنية تقديم الدعم اللازم لإنجاح المهام. استشهد في 30 من مارس المناضل المهندس مريحة قرقيس برهي عضو وزارة التجارة والصناعة عن عمر بلغ 76 عاما. والتحق المناضل المهندس مريحة قرقيس برهي بصفوف القوات الشعبية لتحرير إريتريا عام 1975، وعمل إبان النضال التحرري في مختلف الوحدات. وبعد الاستقلال خدم شعبه ووطنه بوفاء وإخلاص، متقلدا مستويات رئاسية مختلفة وصولا إلى مديرا تنفيذيا لشركة.
والمناضل المهندس سمري هبتقرقيش بره هو رب أسرة وأب ل3 أبناء. وورى جثمانه الثرى عصر اليوم الخميس 31 من مارس في مقبرة الشهداء بالعاصمة أسمرة. وتعرب وزارة التجارة والصناعة عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل المهندس سمري هبتقرقيش بره، وتقدم حارة تعازيها لأسرته ورفقائه وزملائه في العمل. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. أسقط متمردون في الكونغو الديمقراطية طائرة مروحية لبعثة منظمة الأمم المتحدة ضمن مساهمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية شمالي شرق البلاد، وفقا لتقارير من الجيش الكونغولي. وأكدت البعثة الأممية أن 8 أشخاص كانوا على متن الطائرة التي قالت أنها كانت تحلق فوق شانزو جنوب شرق ريتشوارا في منطقة نورسكيف لافتم، لقوا مصرعهم جميعا وفق وكالة الأنباء الألمانية. وقالت البعثة أن المنطقة كانت في الآونة الأخيرة مسرحا للقتال بين حركة تمرد M13-23 وجيش جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي وقت سابق حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن استمرار نقص التمويل للنازحين في المناطق الشرقية من جمهورية الكونغو الديمقراطية يعيق تقديم المساعدة لمن هم في أمس الحاجة إليها. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن حزنه لمقتل 8 من حفظة السلام في حادث تحطم مروحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو وبكين تقودان الطريق نحو نظام عالمي أكثر عدلا، وذلك في أول زيارة له إلى الحلف الصيني منذ بدء أزمة أوكرانيا الشهر الماضي. ووصل لافروف إلى مدينة هوانغشان بشرق الصين. وقال في تسجيل فيديو نشرته وزارة الخارجية قبيل لقاء نظيره الصيني وانغ يو إن العالم يعيش مرحلة بالغة الخطورة في تاريخ العلاقات الدولية، وفي نهاية عارض سياق العلاقات الدولية هذه سنمضي نحن وإياكم المتعاطفين معنا نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب وعادل وديمقراطي. وسيحضر المسؤول الروسي عدد من الاجتماعات التي تستضيفها الصين لمناقشة سبل مساعدة أفغانستان. ومن المتوقع أن يحضر أيضا دبلوماسيين من الولايات المتحدة والدول جوار أفغانستان. وبعكس العديد من دول الغرب رفضت بكين إدانة روسيا وقدمت قطاعا دبلوماسيا لها. عقد عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يو مؤتمرا عبر الفيديو مع جوزيف بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في تشونشي بمقاطعة أونهوي بشرق الصين. وأعلن وزير الخارجية الصيني أن العقوبات الصارمة تضر بكل الأطراف بحسب بيان نشرته الليلة الماضية الخارجية الصينية. وقال وانغ إن الصين والاتحاد الأوروبي باعتبارهم قوتين رئيسيتين في عالم متعدد الأقطاب يجدر بهم الحفاظ على الاتصالات الاستراتيجية المنتظمة. ودعا جانبان للقيام باستعدادات جيدة للتبادلات الرفيعة المستوى من أجل توفير توجيه الاستراتيجي للتعاون الثنائي وإرسال إشارة إيجابية إلى العالم. نجحت كوريا الجنوبية في اختبار إطلاق صاروخ فضائي يعمل بالوقود الصلب تم تطويره بتقنية كورية خاصة. وأعلنت وكالة تطوير الدفاع أنه تم بنجاح الاختبار الأول لإطلاق صاروخ فضائي يعمل بالوقود الصلب بحضور وزير الدفاع سو أوك وعدد آخر من كبار المسؤولين العسكريين. يذكر أن الصاروخ الفضائي الذي يعمل بالوقود الصلب يتميز بتكلفة أقل من الصاروخ الذي يعمل بالوقود السائل، كما يتميز بسهولة الإنتاج بكميات كبيرة وإطلاقه بسرعة. وجاء هذا الإطلاق بعد أقل من عام من توصل سيول وواشنطن إلى اتفاق على رفع المبادئ التوجيهية الصاروخية
التي منعت كوريا الجنوبية من تطوير أو امتلاك صواريخ يصل مداها الأقصى إلى 800 كيلومتر، وبعد 8 أشهر من النجاح في اختبار احتراق محرك الدفع بالوقود الصلبة في شهر يوليو من العام الماضي. تذكير بأهم العناوين: تقديم لوائح عمل جديدة للإداريين الجدد في جنوب البحر الأحمر. تنظيم سيمينار حول الأوضاع الراهنة ودور الشباب في التنمية. مديرية بريق تشهد أنشطة نفير جماعي واسعة لحماية التربة والمياه. متمردون في الكونغو الديمقراطية يسقطون مروحية لمراقبي الأمم المتحدة. لافروف يقول أن موسكو وبكين تقودان العالم نحو نظام عادل وديمقراطي. وزير الخارجية الصيني يعقد مؤتمرا مع كبير دبلوماسي الاتحاد الأوروبي. انتهت النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.